الحلقة 26 من مربى العز. أجير الحمام بيقول لصاحب الحمام إنه أم تحسين ما بتصلح للشغل وفي ملكة وهي أحسن منها ولازم تستلم شغل الحمام. زين وفارس عند بيت الزعيم أبو علاء ومعزومين على الغدا. أبو مأمون مع رجال الحارة عم يراقبوا الشيخ مالك فات على البيت، وبيقول فات على بيته والخدامة لساتها بالبيت، وبيضلوا واقفين لتطلع وردة من البيت. ملكة وفلك بيروحوا عند أبو هادي وأبو عاشور ليسنوا السكاكين، وملكة تتطلع برومانسية لأبو هادي، أما الشيخ مالك فبيكتب كتاب سلمى وأنس، وسلمى كتير مبسوطة. أبو مأمون بالقهوة وعم يحكي على الشيخ مالك. فارس وزين بالطريق راجعين على البيت، وعناصر الحكم دار بيقبضوا عليهم. أبو سلمى بيقول لسلمى يمكن محمد عايش، وبيخبر سلمى عن قصة فارس ويمكن يكون ابنه. سلمى بتروح لغرفتها وبتطالع صورة محمد وهو صغير. حطوا لايك واشتركوا باي.